طعمه تحفة، تحفة، تحفة. جايبة لكم النهارده وصفة غريبة جدًا، بس طعمها خطير. عملت كريم كراميل بالعيش الفينو. والله زي ما سمعتِ كده، بالعيش الفينو هتعملي أحلى تحلية اقتصادية وشيك وطعمها يجنن. تابعوا معايا الفيديو خطوة بخطوة، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو أول مرة تزوروا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة هنجيب نص كوباية سكر ونحطها في طاسة على النار عشان يتكرمل، وربع كوباية مَيّة. كل شوية بقى إن إحنا هنقلّبها كده، هنمسك القلاية كده ونهزّها شوية عشان ما بلاش معلقة، خلّيها كده بالهَز. هو بدأ ياخد لون أهو بس لسه فاتح أوي. هي مش بتاخد وقت كتير، بالكتير أوي 4، 5 دقايق على النار. ده لسه فاتح برضه. هو كده بدأ إن هو ياخد اللون، بس أنا عايزاه أغمق من كده سِنّة صغيرة. كده هو تمام. هنحط بقى هنا في الحلة نُص كيلو لبن. هنسخّنه لمدة يعني يدفى دقيقتين بالضبط، مش عايزاه يبقى طالع من التلاجة. هو ده لبن علب، عايزاه يبقى دافي شوية. ونجيب القالب اللي هنحط فيه الكراميل، هندهنه بزيت وبعد كده نصُب فيه الكراميل اللي إحنا عملناه بالشكل ده، ونبدأ نوزّعه كويس أوي في القالب بالشكل ده. كده تمام. وفي الخلاط بقى اللبن إحنا دفّيناه تقريبًا دقيقتين كده على النار عشان يبقى دافي ما يبقاش بارد. وهنحط عليه نُص كوباية سكر و4 بيضات. بيضة هنحطها. وبعد كده هنحط الفانيليا، 4 أكياس فانيليا على كل بيضة. إحنا متعودين كل بيضة بنحط عليها كيس فانيليا عشان الزفارة. تمام. هنجيب بقى رغيف فينو، الرغيف ده طازة، يعني ما يكونش بايت. بُصّوا هو قد إيه هش طازة لسه طازة خالص. هنحطه نقطّعه ونحطه، ودي ذرة ملح. نضرب بقى كل المكونات دي في الخلاط كويس جدًا لمدة مش أقل من 3، 4 دقايق عشان كله يتخلط مع بعضه. وبعد كده هنصفّيه ونحطه في القالب. لازم الحتّة بتاعة التصفية دي لازم يتصفّى. وبعد ما نصفّيه هنبدأ كل الفوم اللي فوق ده، هو كل اللي معلّيه أوي كده الفوم، كل ده هنشيله. لازم طبعًا يتشال، لازم ما يتسابش، لإن ده بيخلّيه فيه فراغات. هنشيله كلّه كويس أوي، وهيبقى في حبّة في الخلاط هنزوّدهم. كده بقى ناعم خالص ما فيهوش أي فوم. هنبدأ بقى إن إحنا نقفّله بالفويل ونحطه في صينية فيها مَيّة سخنة. والمَيّة حطينا في المَيّة في الصينية خَل علشان ما تسوَدّش. ونحطه في الفرن لمدة ساعة ونُص. وبعدها في التلاجة 5 ساعات. هو كده قعد في التلاجة 5 ساعات. هنجيب صينية فيها مَيّة دافية عشان هو بيبقى لازق من تحت شوية عشان الكراميل بيبقى متجمِّد. ونبدأ نفُكُّه من الأطراف كويس أوي ونقلبه بقى. هنجيب الطبق ونقلب. أهو طلع بالشكل ده. شكله حلو جدًا وقمر أوي. طعمه شيك جدًا، يعني زي ما بتاكلوه في محلات شيك أوي. أهو. وده شكل الكريم كراميل بعد ما برد وقدّمته، والقوام ناعم والطعم تحفة. بجد ما حدش هيصدّق إنه معمول من العيش الفينو. هنبدأ بقى إن إحنا نقطّعه. شوفي قد إيه جميل. ناعم وجميل أوي، أوي، وفيه كثافة، ما فيهوش فراغات خالص. طعمه بيدوب في البُق. بُص القطع لمّا تتقطّع ماسكة نفسها إزاي. حلوة جدًا، جرّبوا ده. حلو أوي، أوي، أوي. بُص قد إيه جميل. شكله شيك وطعمه شيك أوي، أوي، أوي. كثيف إزاي، فيه كثافة. بُص لمّا بيتقطّع كثيف وتقيل وحلو. طعمه تحفة، تحفة، تحفة.
ولونه وشكله، حلو جدًا، جرّبوه وبألف هنا.